وكطائية أو صمام أمان. احنا لأنه الموضوع الندوة شيق والوقت بيسرق، فاحنا عايزين ناخد سؤالين أو 3 بسرعة ونخلص. أنا بسام زرد، طالب في كلية طب بنا. دكتور، كنت عاوز أسأل حضرتك، كان بعد موضوع ماتت سعاد حسني وكثير انها انتحرت والناس قالوا لا ما انتحرتش ومش عارف ايه، كان الدكتور خالد منتصر كاتب تحقيق ان هو بيرى هو ان اللي بينتحر وهو عنده اكتئاب ده مش ميت كافر، وهو كان بيشوف ان ليه كانوا كل لا عاوز بس ليه كان كل قرايبها بيقولوا لا ما انتحرتش ده اتقتلت، وليه كل المحيطين واصدقاء صلاح جاهين كانوا بيقولوا ان هو ما انتحرش. فقال ان مرتبط من عند الناس ان اللي بينتحر ده بيبقى ميت كافر، فكلهم عاوزين ينفوا الصفه دي عنهم، فكلهم كانوا بيجتهدوا ان هم بيقولوا كده، لغايه ما تقريبا نجيب محفوظ هو اللي قال ان صلاح جاهين فعلا كان ميت منتحر وكان عنده اكتئاب وحاجات زي كده. فكنت عاوز اسال حضرتك في السؤال ده، هل فعلا اللي عنده اكتئاب جسيم وبيقرر الانتحار هل هو فعلا بيبقى واعي؟ يعني حتى في حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول رفع القلم عن 3 من ضمنهم المجنون حتى يفيق. فهل المكتئب بيبقى وصل لدرجه اضطراب في الفكر بيتميز له فعلا ان ده حرام وده مش حرام، فهو لو اقدم عليه بكامل وعي يعتبر كافر ولا مش كافر؟ كنت عاوز اسال. هو السؤال اكثر من جيد، وانا بواجه مشكله جامده قوي مع مرضى الوسواس القهري المتعلق بالذات الالهيه وبالوضوء والصلاه. واول ما بدا الحاجات دي لما تيجي تعالجها وتعالجها صح وتعالجها بعنف بالمدفعيه والطيران وسلاح البر والجو والبحر وكده، هو انك انت ما تخلوش يصلي دلوقتي. طبعا في بعض الشيوخ عرضوني وبعض الشيوخ قالوا لا، يعني مثلا الدكتور علي جمعه قال هو لازم المريض النفسي تبقى بطنه مفتوحه زي المريض العضوي عشان يبقى ليس عليه حرج. يعني المساله بترجع لي انا، يعني ما هو ربنا عرفوه بالعقل برضه. لا يعني الاجابه على سؤالك كانت عند بنت متجوزه لسه جديد وجات مرسى مطروح، وكانت بتقول ان هي شاكه في الذات الالهيه، فهي حبت قالت لي هل انا مسؤوله؟ فيبدو ان هي فهمت معالجه عندي غلط، او هي البنت قالت لها الكلمه على سبيل المثال ان انت واعيه، ان انت مش مجنونه. يعني هي قالت لها كده، هي فعلا كانت واعيه، لكن وعي جزئي. هي ملوثة الفكر والوجدان بالفكر المسيطرة، لدرجة انها كانت قاعدة في الصالة في الريسبشن والفيديو شغال والشيخ خالد الجندي بيشاور بايده كده زي ما بيعمل عادي، وبيقول في الحلقة الجاية هنتكلم عن نفسية المرتد. فقالت لي بص بيشاور عليا. قلت لها الله اكبر، ده فيديو هتشيله كده مش هيشاور عليك خلاص. قالت لي يعني انا ما عليهاش مسؤوليه. هنا دور الطبيب مهم جدا، لكن في مساله الانتحار انا ارى ان المريض مريض عند ربنا وعند الناس وعند الدنيا وعند الدين يعني لازم نحترم المرض ولازم نحترم المريض، ولازم نحترم ان الدين هو دين. بس نقف عند النقطه دي لانه مهم جدا. أنا زكريا صبح مكتب قصة السلام. كنت عايز أسأل بس بين الحد الفاصل ما بين طبيعة الشخص وما بين أعراض الاكتئاب. يعني هل كوني مثلا بحب إن أنا أنعزل وأقرأ وتبقى كل يعني أوقات يعني نعملها للقراية والاطلاع ومخطط الأفكار والانعزال جزئيا عن الناس، هل ده يبقى ده عرض من اعراض الاكتئاب؟ وطبعا اكيد كل شغلانه ليها يعني كل وظيفه وكل واحد له شغلانه او وظيفه اكيد ليها طبيعه معينه. فعلاقه الاكتئاب بطبيعه الشخص والحد الفاصل ما بين صحه البني ادم النفسيه وكونه مكتئب.
طبيعة الشخص ان هو انطوائي او خجول او ان هو وحداني بيحب الوحدة او ان هو بيحب الاستمتاع بوجوده مع نفسه بقرايته، ده موضوع انا بعمل كده ساعات. لكن الافراط فيه يعد علامة غير صحية. لكن حضرتك نبهتني دون ان تدري الى انه الناس اللي بيشتغلوا على الكمبيوتر او على النت لما بيقضوا ساعات طويلة حتى لو هو بيعمل شات مع اخرين فهو شات زائف غير اجتماعي، ليس من ناس من دم ولحم واعصاب، وبالتالي فانه الناس المدمنين على الكمبيوتر وما بيقابلوش الناس وما بيقعدوش زينا كده وما بيمسكهمش كده وما بيشوفهمش كده اكثر عرضة للاكتئاب. في موضوع ليا حوار مع عمرو عزت هينزل في جريدة الشروق قريب عن الموضوع ده. في اي اضافة اخيرة؟ استاذة منى جابر. حاضر. استاذة عصام مش عايز اضافة؟ انا بس عايزة اسأل الدكتور، هو احنا بنقضي في التعليم تقريبا وقت كتير قوي يعني بنقضي 11 سنة في التعليم اللي هو المدرسة، و4 في الكلية ما بنحسبهمش لان احنا بنبقى بعد يعني ما بنبقاش محاضرات. ف11 سنة دي هل هي بتبني الاساس بتاع ان تخلي الشباب مكتئب بالذات اللي هم بتوع مدارس الحكومه؟ انا بتكلم والله بجد، لان احنا يعني انا وزمايلي اللي كانوا بيسمع من هنا ونفوت من هنا اكثر صحه من اللي كانوا بيثقوا في الكتاب وفي المنهج وفي الحاجات دي. فهل فعلا التعليم بيصيب باكتئاب او بيبني الذكرى بتاعت الاكتئاب، ولا بيصيب بالسناحه، ولا عشان نمشي مع الجو لما نكبر يعني؟ انا بكتب مقالة ان شاء الله تنزل في المصري اليوم يوم الاربعاء. انا بكتب كل اسبوعين فيها عن موت النظام التعليمي التقليدي. الحل مش بعمل كادر معلمين او امتحانات ليهم او بعمل 10 دقائق في كل حصة للاملاء، لانه وجدوا نسبة الاولاد اللي ما يعرفوش يقرأوا الكتابة لغاية او اولى ثانوي مش عارف ايه. طب ما هو كده في المدارس الفرنسوية برضه ما يعرفوش فرنساوي لغاية اولى ثانوي. احنا مش وحشين، مش وحدينا، بس النظام التعليمي التلقيني الحالي الذي يعتمد على المدرس كمبلغ انتهى في العصر التفاعلي، في عصر الانترنت، في عصر الفضائيات المفتوحة، في عصر استخدام الالعاب والمربعات والرسوم والجيمز. انا ضربت مثل في التلفزيون باطفال كانوا بيسقطوا في الماس في الرياضيات، بس احنا بقينا خواجات في كل حاجة على فكرة في الحساب يعني. في المدارس في ولاية ما من ولايات امريكا، وكانت مشكلة كبيرة قوي للمجالس المحلية هناك، وهناك مش زي هنا يعني بينتبهوا للحاجات دي قوي وبيعملوا اجتماعات وبتاع. فتفقق ذهن احدهم لو كان هنا في مصر كانوا ضربوه بالرصاص، الى انه نجمع الولاد دول لوحدهم ونشوف ايه اقرب حاجة لقلبهم. فطلعت مسألة البيسبول اللي هي اللعبة المشهورة جدا في امريكا، وابتدوا يعلموهم حساب ماث يعني بالبيسبول. بعد سنتين كانوا هؤلاء الأولاد متفوقين ببون شاسع عن أقرانهم اللي هم كانوا في الفصل نفسه. فهنا التعليم. وبعدين احنا عملنا ندوة هنا عن التعليم أول ما ابتدينا الندوات الاعتدالية على فكرة. يعني انت تتكلم عن ايه؟ تتكلم عن نص حطه مدرس هو تلميذ سابق ومنتج فاسد لمجتمع بيتحلل وتنتهي مدة صلاحيته. لا، احنا اكبر من كده، ولما كنا سيئين جدا ايام المماليك قمنا وعملنا حاجات كتير، وما اعتقدش ان
انه الحل بطريقه القص واللزق او بالفتوانه والكتب الخارجيه